عليكم. انا نورس وده فيديو جديد. فيديو النهارده بيقول ان عمرك سألت نفسك ليه كل ما الفلوس بتجيلك بتخلص بسرعة؟ يعني كل ما بتجيلنا فلوس او كل ما بنمسك فلوس في ايدينا، اذا كان قبض، اذا كان ورث، اذا كان اي حاجة، اي فلوس بتجيلك من اي حاجة بتعمليها بتخلص بسرعة وما بنعملش بيها حاجة مفيدة. ده غالبا لان احنا يعني بنكافئ نفسنا قبل ما بننتج. يعني ايه؟ يعني مثلا بنشتري حاجات مش محتاجينها، بنصرف عشان نحس اننا كويسين واننا احسن، وبعديها بنرجع لنقطة الصفر تاني. يعني انا دلوقتي بتجيلي الفلوس، فانا بدل ما اعمل الحاجات الاساسية اللي انا مفروض اعملها وابقى مرتبة نفسي ومرتبة اولوياتي ومرتبة احتياجاتي، لا انا باخدها انزل اجيب الحاجات، الحاجات انا عايزاها بس حاجات مش مهمة. طرحة، بلوزة، ميك اب، برفان، اي حاجة مثلا ممكن ان هي تتأجل وممكن ان هي ما تتجابش دلوقتي. فينا عيب ان احنا زي ما بيقولك ايه، يعني الفلوس اللي في ايدينا ما بتقعدش ليه بقى؟ لان احنا ما بنقدرش. عارفه تقولك ايه الفلوس يعني اكنها بتاكلني في ايدي، عايزه اصرفها. ده غلط، عشان كده احنا ما بنعملش حاجه. الناس اللي هي معاها فلوس واللي معاها عقارات واللي معاها ذهب واللي معاها فلوس في البنك وكده، دول ما بيصرفوش. على فكره اكبر رجال الاعمال ما بيصرفوش. ليه؟ لان هو بيسعى ان هو يكبر الفلوس فمش عايز يسحب منها. مش بخل على فكره. هو بيبقى عامل مثلا مقسم الفلوس ان جزء هيتصرف وجزء مش هيتصرف مهما حصل، مهما كانت الاسباب هو مش هيتصرف. ده في مرة شفت لقاء لنجيب ساويرس كان بيقول يعني انت بتحلم ان انت تكون مليونير، فانت لما تكون المليون مش هتسحب منها. عارف ليه؟ لان انت لو سحبت منها انت هترجع تاني تقل، مش هتبقى مليونير، ما انت خلاص، ما انت خدت منهم، فانت بالتالي مش عايز تقل. واول ما تبدأ تعلى وتكبر المليون تبقى 2 وتبقى 3، انت هتبقى باصص ان انت تبقى ملياردير. فبالتالي انت برضو هتقعد تحوش في الفلوس لحد ما توصل ان انت تكون ملياردير. خلي بالك، يعني دي دماغ الناس اللي هي رجال الاعمال، دي دماغ الناس اللي هي عايزه تعمل فلوس، عايزه يبقى معاها فلوس، عايزه تبقى غنيه وعايزه تبقى مليونيره وعايزه تبقى معاها فلوس كتير. دي دماغهم، ما بياخدوش من فلوسهم لحاجات تافهه. هتقول مثلا ما هم عايشين وبيلبسوا وبيعملوا كده. خلي بالك انت لو عشت في وسطيهم هتلاقيهم بيطلعوا الفلوس للحاجات المهمة فقط. يعني عربيات، براندات الهدوم. خلي بالكم البراندات دي ده استثمار. في ناس بتاخدها استثمار، الشنط والأحذية والحاجات دي ناس بتاخدها استثمار. عربيات، يخوت، عقارات. ما بتلاقيهمش بيصرفوا بهبل او في حاجة هبلة. لا، هم عارفين هم بيصرفوا ايه، عارفين ان الحاجة اللي انا هجيبها دي هتزودني كمان كام سنة اضعاف. ده اللي هم بيبصوا له، ان هم يفضلوا دايما على القمة، ما ينزلوش. انا هنا مش بكلمكم ان احنا نبقى يعني احنا مش اثرياء او نبقى زيهم او كده. عادي ممكن نكون زيهم لو مشينا صح. هم مشوا صح، هم بدأوا واشتغلوا، والمليون الأولى اتقفلت عليها، التانية اتقفلت عليها، التالتة اتقفلت عليها، الرابعة والخامسة وهكذا لحد ما تسمى مليونير وملياردير وإلخ. اصرفي فلوسك في الحاجات اللي انت عارفة ان هي قدام هتجيب لك فلوس. معنى ايه؟ مثلا يعني انا مثلا دلوقتي شايفة شنطة حلوة عجباني قوي، بس هي ب2000 جنيه او ب3000 جنيه وانا عجباني جدا. طب ما انا وانا قبضت وعايزة اشتريها، ايه المشكلة ما اشتري حاجة غالية تفرحني وبتاع؟ طيب انت ممكن الشنطة دي بفلوسها تروحي تجيبي مثلا سبيكة ربع جرام. في سبايك ربع جرام، في سبايك ربع جرام، في سبايك نص جرام، في سبايك جرام. بفلوسها روحي هاتي سبيكة ربع او سبيكة نص. هتبقى دي بداية ان انت يبقى معاكي فلوس، هتبقى دي بداية ان انت يعني تقولي ايه، بأمن نفسي. هتقولي لي بسبيكة ربع جرام، ماشي، ما هي دي البداية. يعني اكيد مش هنشتريها النهارده نروح نبيعها بكره. لا، ما انا لو كل شهر وفرت مثلا 2000 جنيه ولا 3000 جنيه مثلا. الكلام ده طبعا للناس اللي هي ما وراهاش مسؤوليات. انا عارفه ان في ناس هتقول لي هو نوفر ازاي 2003 ومسؤولياتنا وكده. انا بتكلم مثلا يعني في النقطه دي البنات اللي هي بتشتغل وما عليهاش لسه مسؤوليات.
اما لو احنا مثلا بنشتغل وعلينا مسؤوليات وبيت واولاد وكده، فانا لو شلت كل شهر 500 جنيه اكنهم مجوش، انا مش شايفاهم، انا دول ما يعني مجوش، برضو هتعملي حاجة، هتكونيهم 3 4، هتعجبي برضو السبيكة برضو اللي انا بقولك عليها. فبالتالي انت باي مبلغ هتقدري تحوشي. طبعا اللي شالت 3 هتبقى اسرع من اللي شالت 500، بس مش مشكلة، ربنا هيبارك لك فيها، وربنا هيبارك لك في رزقك، ربنا عارف ان انت بتسعي ان انت تحسني من نفسك، ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش مطلوب مننا ان احنا ندفع ببذخ ولا نبقى بخلة. يعني هنزه نفسي وهجيب الحاجات اللي نفسي فيها وهراضي نفسي في وقت بكافئها، بيبقى في حاجة اسمها بكافئ نفسي، بس مش كل وقت او كل قبض او كل شهر هروح اكافئ نفسي بحاجة. لا، كافئي نفسك بالذهب. هو في حد في الدنيا يكره ان حد يكافئه بالذهب او يكافئ نفسه بالذهب؟ قولي مثلا انا هحوش مثلا 3 4 شهور دول، بس هكافئ نفسي مثلا بعد 4 شهور، بعد 6 شهور بحاجة ذهب. كافئي نفسك. واللي هتقول مثلا انا اصلا ما عنديش دخل ومعيش دخل ومعرفش اعمل دخل وكده، فانتي ممكن دلوقتي بتخشي على تجار الجمله، بتختاري اي حاجه عايزه تبيعيها، بتعملي بيدج بتحطي عليها اللي انتي عايزاه. معظم تجار الجمله دلوقتي لو مش 90% منهم بقوا بيبيعوا بالقطعه، يعني للتجار الاونلاين. فانت بتعملي صفحه بتحطي عليها الشغل وكده، هيطلع لك يا ستي على الاقل 20 30 جنيه في القطعه، لو انت حاطه مكسب قليل عشان تكسبي كتير. بس انت عايزه تكسبي كتير مره واحده، هتحطي مثلا 50 100 على القطعه، على حسب انت بتبيعي ايه وبتبيعي لمين. ما انا بروحش احط 100 جنيه على قطعه، كل الناس اللي حواليا بتبيعها ب50 وانا احط عليها 100 يبقى 150، وانا قاعده في حته مش هتتباع بالسعر ده، او يعني بخاطب ناس مش هتشتري بالسعر ده، واقول انا اصلا انا ما ببيعش، اصلا انا فشلت، اصلا انا خلاص زهقت، اصلا انا هقفل. شوفي انتي بتشتغلي في وسط مين، بتشوفي انتي بتبيعي لمين، وحطي مكسبك على الاساس ده. في ناس على فكره بتبيع اللي هي الناس اللي بتلاقيهم عاملين عروض كتير وبيحرقوا الاسعار وكده، دول وبيبقوا يعني معاهم فلوس ومرتاحين. دول ماشيين بمبدأ اللي هو بيع قليل اكسب قليل بيع كتير. يعني مثلا انا كسبت 10 جنيه في القطعه دي، بس انا بعت 1000 قطعه، فاهماني؟ فبالتالي كسبت كام؟ 10,000 جنيه غالبا، يعني لو انا مش حاسبه غلط. فانتي في ناس كتير شغاله كده. اشتغلي ودخلي دخل لنفسك واسعي وقولي يا رب. اعملي قناه يوتيوب واسعي، ليه لا؟ ادينا كلنا بنسعى. اعملي حاجه مفيده، حاجه تقدميها، حاجه تكوني راضيه عنها، حاجه لما تيجي تتحاسبي عليها تكوني راضيه عنها. ده كلامنا دلوقتي عن اللي هو ايه، انك تحوشي وانك تعرفي تجيبي سبيكه وكده. انا بتكلم معاكم كلام من القلب، كلام مش مرصوص، كلام مش كتابي، يعني مش كاتبه حاجه بنقلها لكم، انا بكلمكم بناء عن تجربتي. عشان كده انا بحب في قناتي ان انا اطلع اتكلم يعني تتكلموا مع نورس ان هي بتتكلم براحتها، بتتكلم مش حاجه بتنقلها لكم، مش حاجه بتفهمها لكم، لا، حاجات انا عارفاها مثلا وجربتها وعايشه بيها، فعشان كده بحب انقلها لكم. وحاجات يعني خلاص الناس، معظم الناس زهقت من الكلام اللي هو المرصوص، اللي هو لا انت قوم اعمل، قوم اشتغل، قوم انجح، قوم حوش، قوم انت ازاي ما حوشتش اول 1,000,000 جنيه، انت ازاي ما عملتش 100,000 جنيه، انت ازاي مش عارفه. لا، احنا بنتكلم واقعي دلوقتي، مش هنلعب بعقل بعض ومش هنلعب بدماغ بعض. احنا عارفين كتير مننا ايديه متربطة، بس فك الرباط وقومي وقولي انا هعمل وهشتغل وهسعى وهنجح، وربنا هيكرمني، لان هو ربنا وعدني بده. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، هو ربنا وعدني بده، وعدني ان هو هيساعدني، وعدني ان هو هيقف جنبي. وما تنسيش ان اي فلوس تجيلك تطلعي منها لله. ليه؟ عشان ربنا يبارك لك في رزقك، ويبارك لك في شغلك، ويبارك لك في الفلوس اللي داخلالك، وفلوسك تزيد. خلي بالك ده مش كلام انشا ومش كلام ديني كده وخلاص، لا بجد فعلا. اول ما بتطلعي من فلوسك لله ربنا بيبارك لك فيها اضعاف مضاعفة. وانا عاملة فيديو عن حاجة زي كده في القناة، هتلاقوه. كنا بنتكلم على ان انت لو بتعملي شهرية لحد كل شهر على قد ما تقدري، حتى 200 جنيه حتى، وجيتي الشهر مثلا انت خلاص سبتي الشغل، فانت مش عارفه تديله ال 200 جنيه بتاعته، والله هتلاقي ربنا باعت لك فلوس ليكي وليه تلقائيا كده. هو خلاص ربنا مش هيقطع رزقه
ولا رزقك. انتي ربطتي رزق حد برزقك، فربنا مش هيقطعه. وجربي وشوفي، وربنا يكرمكم ويكرمنا ويرزقنا جميعا. موضوع الفيديو النهارده مهم جدا لناس كتير. يعني بيقولك ايه، الاغنياء بيشتروا الراحه بعد النجاح. يعني ايه؟ يعني انا مروحش اشتري رفاهيات وانا لسه ببدأ نفسي. الناس الاغنياء دي اللي بتشوفهم بيسهروا وبيروحوا حفلات وبيعملوا وبتاع، ده هم خلاص بقوا مرفهين، وصلوا لمرحله الرفاهيه. اما احنا لسه بنحاول نبقى مستورين، بنحاول نبقى اغنياء، بنحاول نبقى معانا فلوس طبقه فوق متوسطه. فعشان كده احنا لازم ما نصرفش. ما تصرفيش فلوسك دلوقتي عشان هتنفعك بعدين. هاتي اساسياتك، عيشي كويس، البسي نضيف والبسي حلو، مش لازم تلبسي براندات، مش لازم مش عارفه شنطه ب3000، مش لازم مجزمه ب20,000، مش لازم. احنا لسه بنبدا. في ناس بتلاقيها معهاش فلوس بس راحت اشترت بكل فلوسها، بكل قبضها شنطه، كل قبضها اشترت شوز، كل قبضها راحت اشترت برفان. استني، اصبري، هتجيبي كل الحاجات دي والله. بس شيلي الفلوس دلوقتي في ذهب او في حاجات ان انت تأمني نفسك، وبعد كده هتكسبي. بعد كده هتشتري الراحة زي ما الاغنياء بيعملوا، ان هم بيشتروا الراحة بعد النجاح. بعد ما تنجحي وتكبري هتشتري انت كمان الراحة. اغلب الناس دلوقتي بيشتروا قبل ما ينجحوا، ودي اخطر دايرة ممكن تعيش فيها. عمالة تلفي في الدايرة، زي بيقولك ايه، عمالين نلف في الساقية. عمالة تلفي في الساقية، عمالة تلفي في الساقية، واللي بتجيبيه بتصرفيه، واللي تجيبيه تصرفيه، طب يا جماعة ده ما ينفعش. اقفي مع نفسك واقفة وقولي لأ، انا هشيل من فلوسي كذا الشهر ده، انا مش هاجي جنبهم، هما ما جوش اساسا. روحي افتحي حساب في البنك وحطيهم فيه وما تطلعيش فيزا. اعملي اي حاجه ان هي تبعد عنك الفلوس. ربنا معاكم ويكرمكم، وما تنسوش تدعوا لي في الايام الحلوه دي. وشكرا لكم ان انتوا كملتوا الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتكتبوا لي تعليق. كانت معاكم نورس.